جليبيب كان صحابي ما كانش حد يعرف اسمه. كان جليبيب فقير قوي، شكله مش جذاب. أتردون أمرا لرسول الله يا جليبيب ألا تتزوج؟ قالت مين؟ جليبيب؟ إني يعني إخي. هنا جليبيب نسى الفرح ونسى كل حاجة وقال رسول الله راح يحارب وأنا قاعد بتجوز، والله أبدا أنا طالع مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لهم ولكني أفقد أخي جليبيب، اللهم إني أشهدك أن جليبيب مني وأنا منه. السلام عليكم ورحمة الله. قصتنا النهاردة عن صحابي يمكن ناس كتيرة جدا ما تعرفش عنه حاجة. صحابي بسيط فقير غير مشهور، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عارف قيمته كويس جدا. قصتنا عن جليبيب رضي الله عنه. جليبيب كان صحابي ما كانش حد يعرف اسمه، حتى الصحابة نفسهم كانوا بيقولوا مين ده، لكن واحد بس كان عارفه كويس، واحد كان قلبه مليان رحمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة النهاردة هتخليك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكتر وتشوف رحمة النبي وحنانه مع الفقراء والمساكين. النبي اللي قال اللهم احشرني في زمرة المساكين. حبيبي يا رسول الله. كان جليبيب فقير قوي، شكله مش جذاب، هدومه مقطعة، بينام على الأرض، ما فيهوش سقف، حتى مخدته النعل بتاعه. كانت حالته صعبة جدا لدرجة إنه كان بينام في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة أتدرون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا أخوكم جليبيب. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام نادى عليه وقال له يا جليبيب، فجليبيب قال والرسول قال له يا جليبيب ألا تتزوج؟ جليبيب رضي الله عنه كان عارف وضعه كويس، كان عارف حاله، بس عمره ما اشتكى وكان راضي وكان بسيط وفرحان. فرد عليه وقال ومن يزوج جليبيب يا رسول الله؟ أنا إن شاء الله مراتها تكون من الحور العين. شفت هو إزاي كان بسيط وراضي؟ تاني يوم الرسول سأله نفس السؤال فرد عليه نفس الإجابة. ثالث يوم الرسول سأله نفس السؤال فرد عليه نفس الإجابة. تخيل النبي واخد باله من واحد محدش شايفه خالص، ده رسول الله حنان ورحمة للعالمين. بعد ثالث مرة الرسول يسأله ألا تتزوج؟ فقال له بص يا جليبيب روح لبيت فلان من الأنصار وقول له رسول الله بعتني عشان أتجوز بنتكم. والبنت دي كانت من أجمل نساء الأنصار. راح جليبيب للراجل ده وقال له رسول الله يطلب إيد بنتكم. فالراجل فرح وهلل وقال يا رسول الله مرة واحدة، يا سلام يا سلام. فجليبيب قال له لا ده طالبها لي أنا. فالراجل اتاخد كده وقعد ساكت. طالبها ليك أنت؟ فقال له استنى هروح أسأل أمها. فراح لأمها وقال لها إن رسول الله يطلب إيد بنتك. قال له ست يا سلام رسول الله بخن بخن. قال لها استني بس ده طالبها لجليبيب. قالت مين؟ جليبيب؟ إني يعني إخي. ما لقاش غير جليبيب، وده رد فعل طبيعي زيها زي أي أم عايزة أجمل حاجة لبنتها. لكن مين اللي كانت سامعة الكلام ده من وراها؟ بنتهم العروسة. وقالت الكلمة اللي غيرت حياتها، قالت أتردون أمرا لرسول الله؟ ما دام النبي اختار فأنا موافقة، احملوني إليه. وشوف كلمة احملوني، يعني هي برضو مش فرحانة قوي، بس عشان خاطر أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي وافقت واتجهزت للزفاف. وجليبيب كان فرحان وبيجهز نفسه برضه للفرح، كان فرحان جدا لأول مرة في حياته. لكن ساعتها نادى المنادي يا خيل الله اركبي، رسول الله خارج في غزوة. هنا جليبيب نسى الفرح ونسى كل حاجة وقال رسول الله راح يحارب وأنا قاعد بتجوز، والله أبدا أنا طالع مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وخرج فعلا في الغزوة مع الرسول عليه السلام. وبعد الغزوة فقال الرسول للصحابة أتفقدون أحدا؟ قالوا أيوة يا رسول الله نفقد فلان وفلان وفلان. فعاد عليهم السؤال تاني أتفقدون أحدا؟ أيوة وفلان وفلان. قالوا تفقدون أحدا؟ قالوا خلاص يا رسول الله احنا خلاص كده لمينا كل الناس. قال لهم ولكني أفقد أخي جليبيب. ما حدش فاكر جليبيب ده خالص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوروا عليه لقوه واقع وسط 7 من الكفار قتلهم وقتلوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان فرحان بيه قتل 7 منهم وقتلوه. وبعدها قال الجملة اللي تهز القلب اللهم إني أشهدك أن جليبيب مني وأنا منه. يا بختك يا سيدنا جليبيب. والنبي بنفسه بإيده حمل ودفنه وصلى عليه وبكى عليه. والعجيب إن زوجته اللي كان المفروض يتزفى عليها جالها بعد منه خطاب كتير من كبار الصحابة، وكان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير كبير ليها. قصة سيدنا جليبيب بتعلمنا حاجات كتير، بتعلمنا إن قيمتك مش بشكلك ولا فلوسك ولا لبسك، بتعلمنا إن قيمتك بإيمانك. ممكن تكون مجهول في الأرض لكن عظيما في السماء. وبتعلمنا كمان قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، وإن كل أمر للرسول عليه الصلاة والسلام فيه الخير مهما ما شفناهوش. لو وصلت لحد هنا أحب أقول لك اتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، اتبع سنة النبي، تمشي في طريق الخير كله. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كده خلصت. سلام عليكم.